السلام عليكم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جمعة طيبة عليكم، أول جمعة في 2025. ربنا يجعلها سنة سعيدة علينا جميعا، ويحقق لكل واحد كل ما يتمناه. خلاص بقى كده، كنت وديت الأولاد المدارس ورجعت تاني، وهنقضي يومنا كده مع بعض، نعمل فطار مصري جميل، وكمان نعمل يعني سموه غدا سموه عشاء. المهم هنعمل أكلة مصرية حلوة كده، الحمام بطريقة جميلة. كانت الساعة 12 كده، بعد ما ظبطت الشقة والدنيا تمام، بنعمل أحلى فطار. أول حاجة بنسمي الله قبل ما نبدأ نعمل أكلنا. معايا طاستين، هنعمل واحدة البطاطس ونعمل الفول. نغسل الفول عشان المادة الحافظة. بعد كده هنحط في طاسة على النار، ونضيف معايا نص معلقة من الكمون والشطة والملح، ما نزودش أكتر من كده في التوابل. ننزل بقى بالبطاطس لما الزيت يكون سخن. هنضيف نص كوباية مية للفول ومعلقتين سمنة بلدي. خلاص كده الفول بتاعنا جاهز. نضيف بقى معانا عصرة من الليمون، عندك طحينة هتزودي. نشيل البذر بتاعنا كده. يلا بينا نعمل بيتزا بيضتين كده ونربهم بالشوكة. معايا طبق فيه جبنة شيدر، فلفل ألوان، زيتون، وطماطمية متقطعة كده تقطيع صغير. بعد كده بنبشر اللانشون بالطريقة كده، ونبشر كمان يعني معلقة صغيرة من الجبنة الشيدر. جربوا طبق البيض ده هيعجبكم. هنا بقى البطاطس فيه أنواع، في نوع بطاطس أول ما بيتقلي بيسود، وفي بطاطس بتكون كده لونها أبيض كده وحلو ومقرمشة معانا. جربوا طبق البيض ده هيعجبكم بطريقة جامدة. طبق الفول ما شاء الله اللهم بارك. خلصنا بقى كده من الفطار بتاعنا وتمام. قعدنا ساعتين كده، ونيجي بقى على الغدا بتاعنا. والغدا بتاعنا هيكون مميز. يا سيد يا سيد، هنعمل كده نص كيلو من اللحمة مع جوز حمام وطاجن رز معمر كده، والحمام معانا هيكون دايب دوب اللهم بارك. لو الحمام معاكي صغير اوعدك بعد ما تسمع الفيديو ده، لو عملتيه بالطريقة بتاعتي هتلاقيه بالمنظر كده ما شاء الله كده مالي مركزه، والرز بتاعه مستوي ومفرول في نفس الوقت. يا سيد، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وهنا اللحمة كانت دايبة دوب ما شاء الله. وكمان الطبيخ بتاعنا متعودين على اللون الحلو ده، ونيجي نشوف عملناه ازاي. اول حاجة حطيت المية بتغلي، وهنحط معانا اللحمة. نيجي بقى على الخلطة بتاعة الحمام. بصلاية كبيرة، حطي فلفل اسود وذرة من الشطة ومعلقة من الثوم وبصلاية كبيرة وذرة من الكمون، وندعكم كده مع بعض. هناخد نص معلقة نعمل مساج للحمام، والتكة دي بتفرق معاكي في طعم الحمام. حتى لو هو في الفريزر طلعتيه ونجحتيه من جديد وعملت كده هيكون حلو. عيار الرز لكل فردة حمامة كبشة من يد واحدة أو معلقة سيليكون كده. هنلم الريم بتاعنا، وبعد كده نزود معانا طماطمية بصلاية توابل للشرب. نيجي بقى على الخلطة بتاعة الحمام. قطعت الكبد والقوانص مع البصل والثوم وشوحناهم كده. نزلت بالرز، ولازم نشوحه كويس علشان الزيت يغلف حباية الرز معانا. بعد كده بنزود نص الكمية بتاعتنا، يعني لو الرز بتاعك بتسويه بتغطي الرز، لا احنا عايزينه نص بس، عايزين يستوي نص سوا. نسيب الرز يبرد، وبعد كده نحشي الحمام بتاعنا من تحت الجلد ومن البطن. خلاص بقى حشينا الحمام. اهم حاجة تكون الشوربة بتغلي، وكمان تكون مغطية الحمام يكون متغطي كده. سيب الغطا بتاع الحمام معاكي يكون متوارب علشان الحمام ما يطرشكش منك. اما للرز هنغلي اللبن والمية زي ما متعودين ونحطه في الفرن. نعمل بقى البطاطس. معلقتين من الزيت، بصلاية تقطيع جوليان ونديلها تتبيلة. شوح البطاطساية مع ورقتين لوري، وبعد كده ننزل بالطماطم اللي فيها كل التوابل بتاعتنا. اما الحمام كسار الجناح بتاعه، لو اتكسر معاكي بسهولة يبقى كده تمام، يبقى كده استوى. نحط بقى
نشوف الرز معانا لو استوي كده ونحط له السمنة بتاعته ويعمل اللون الحلو كده، بنطلعه نحط له سمنة وبعد كده نرده تاني في الفرن. انا هنا كنت حطيت اللحمة مع البطاطس وحطيته في الفرن، وحطيت كمان الحمام على وش الرز بما ان الشواية مستوية بالطواجن، وكان اللون بتاع الحمام زي ما انتم شايفين كده. اللهم بارك، طعمه زي العسل وحكاية. جربوه هيعجبكم، مستنية رأيكم في الكومنتات. لو عجبكم الفيديو ياريت تحطوا لي لايك والاشتراك عشان يوصلك كل جديد من قناة وفاء خالد. كده الفيديو بتاعنا يكون خلص، أسيبكم في رعاية الله.